ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا 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 وبتفتح النفس. جميله خطيره. يلا بقى نسمي بسم الله وندخل على الوصفه بتاعتنا. النهارده هنعمل السردين المخلل، تحفه جدا جدا، اللي هو البلدي الجميل ده. جبت حوالي نص كيلو وغسلته كويس، وهبتدي ان انا عايزه تسيبيه من بالليل يتجفف او من الصبح تحطيه في مصفى في طبق كده ينزل كل ميته قدام، مفيش مشكله. عايزه تنشفيه زي ما انا نشفته قدامك كده، كله ماشي الحال وكله ينفع. ابتديت ان انا انشفه عشان يمتص كل الميه اللي فيه والدم اللي فيه. زي ما انت شايفه، عاوزه تزودي زودي، بس كل الحاجه ما كانت صغيره بتتاكل وترجعي تعملي تاني مفيش مشكله خالص، بدل ما تبقى كتيره وبعدين في الاخر بتحدق منك وبتنشف وميبقاش لها طعم، خصوصا الحاجات اللي احنا بنخللها دي. تمام، خلصتهم خلاص. ابتديت بقى ان انا اشيل عشان نبتدي في التتبيله بتاعتنا الجميله اللي انا هوريها لك دلوقتي. حلو قوي، بيفتح النفس. كل سنه وانتم طيبين، عيد اللحمه جاي. طبعا هنبقى زهقانين من اللحمه، عايزين بقى ناكل حاجه كده تفتح نفسنا، هي الاكله دي. تمام، جبت حوالي 4 معالق ملح كبار ومعلقه شطه كبيره ومعلقه صغيره بابريكا، وقلبت كل ده مع بعضه. زي ما قلت لك، عايزه تزودي زودي، وده مش محتاج الملح الخشن بتاعنا، لا الخشن ده بيبقى للفسيخ، عشان هو بيبقى ايه تقيل شويه، يعني ايه كبير شويه، عاوز ملح خشن. انما ده صغير وضعفان فعايز حاجات يعني بسيطه زيه كده. الملح ده يمشي معاه عادي، مفيش مشكله، الملح بتاعنا العادي خالص. جبت علبه زي ما انت شايفه وغلفتها كويس قوي قوي، لان لو ما غلفتهاش ونزل فيها ميه السردين المخلل ده هتبتدي ان انت ترميها. عايزه تحطيها في كيس جوه كيس جوه كيس برضو وتخليه عشان كل شويه تقلبيه مفيش مشكله، بس دي طريقه ماما ربنا يخليها، فانا ماشيه عليها وبعتمدها وان شاء الله هتعجبك. ابتديت ان انا احط في الاول حبه معلقه كبيره من الخلطه دي، وبعدين ابتديت ارص السردين بتاعنا. طبعا انت بترصيه خلف خلاف، يعني مش كله في ناحيه واحده. ابتديت ان انا بين الطبقات بحط من الخلطه اللي انا عاملاها، اللي هي الشطه والبابريكا والملح، زي ما انت شايفه خلف خلاف، زي ما انت شايفه كده بيبقى حلو قوي ونضيف وانت ضمناه وعاملاه في بيتك وحلو جدا وهيطلع معاكي تحفه، وجربيه وصدقيني على ضمانتي مش هتبطلي تعمليه تاني. ابتديت ان انا ارص كل الكميه، عايزه برضو زي ما قلت لك تزودي، بس كل الحاجه ما بتبقى قليله كل ما بتتاكل على طول وبترجعي تعمليها تاني، عشان لو كترتي ممكن تزهقي منها. ابتديت ان انا اخلص كل الكميه بتاعتنا، وابتديت ان انا احط اغلف بيها كلها التتبيله بتاعتنا بتاعت التمليحه بتاعت السردين. في صغير كمان اصغر من كده برضو بيبقى حلو قوي جميل. ابتديت ان انا احط معلقتين كبار زيت، بتديله طراوه، وطبعا بينزل معاه الميه بتاعته وبيديكي صوص حلو قوي قوي، ممكن انت بتتغمسي بيه بالعيش مع السردين بتاعنا الجميل القمر ده. خلاص، ابتديت كمان ان انا اجيب كيسين تلاجة وان انا احطهم عليهم من فوق، علشان برضو الريحه ما تطلعش في التلاجة وتعمل لك ريحه مش كويسه. ممكن في الحالة دي بتجيبي معلقة قرفة وبتحطيها في كيس وبتحطيها فوقيه عشان تمنع لك الريحة. خلاص، ابتديت كده، وكمان هحطه في كيسين واقفلهم واحطه في التلاجة تاكليه بعد 3-4 ايام، يعني احتياطي سيبيه حوالي اسبوع مثلا. ابتديت افتح عليه زي ما انت شايفة. يلا بقى نشوف الجمال ده كله. شايفين؟ شايفين جميل ازاي؟ ده بعد ما سبته ده بكتير، وسبته حوالي 5 ايام، نزل الصوص بتاعه وبقى جميل زي ما انت شايفاه، وباللون الجميل ده وبالطراوه اللي هو فيها دي، وريحته بجد بجد جميله. ان شاء الله لما تجربيه وتيجي تفتحيه وتشوفيه هتنبهري بكل حاجه فيه، بطعمه وبريحته وبشكله. خلاص، هبتدي انا اوريكي دلوقتي ان انا هنضفه ازاي وان انا هقدمه ازاي. انا هقدم لك كده كذا واحده، وبصراحه يعني انا هتغدى بيه، فقلت اوريهم لكم بالمره مع بعضينا يعني كده، عشان ايه هياخد مني وقت ان انا اعمله لكم كله. زي ما انت شايفه انا بنحب ان انا افتحه بالشكل ده، وبشيل السل بتاعه اللي هو الشوكه بتاعته دي، واقطع الديل بتاعه، بروح قسماه زي ما انت شايفه كده حتتين، وببتدي اقشره، بيبقى سهل واسهلك بكتير. طبعا برضو لو انت عازمه حد عليه طبعا بيبقى حلو قوي في العزومات، يعني تقدموه له كده، عشان هو مش هيقعد طبعا هو ينظف لنفسه، لا يبقى جاهز كده، يبقى يتاخد نضيف وشكله جميل. تمام، ببتدي ان انا اهوت زي ما انت شايفه اعمله حلو قوي جميل زي ما انت شايفه كده. ببتدي ان انا انضفه، كنت انا برضو عامله 2 واحده قبلها، طبعا انا هعمل كذا واحده قدامك، سهله قوي مش هياخد معاكي وقت ولا هيتعبك خالص. زي ما انت شايفه ببتدي اشيل الشوكه بتاعته في جوه دي، بتاعته من جوه،
ابتدي ان انا انضفه من الحتت اللي بتبقى عند بطنه ديت، بتبقى يعني مسمره شويه، ببتدي ان انا اقشره. شوفي تقشيره سهل جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص. حلو قوي. طبعا دلوقتي في المخابز دلوقتي العيش الفلاحي بتاعنا، في الطري وفي الناشف وفي العيش التاني طبعا اللي احنا بنشتريه العادي من الفرن. عايزه تجيبي ده ماشي، عايزه تجيبي ده ماشي، كله شغال دلوقتي بقى، كله متواجد دلوقتي يعني. ما الستات ما عادتش بتتعب في اي حاجه خالص يعني. زي ما انت شايفه كده ببتدي ان انا اقشر. حلو قوي وسهل وطعمه حلو قوي، طبعا بيفتح النفس، بس طبعا ما نكترش منه برضو لانه بيبقى حادق شويه. وطبعا الناس اللي عندهم ضغط يبقوا واخدين علاج الضغط قبلها برضو عشان احتياطي، عشان هو بيفتح بقى وبيشد في الاكل بقى مع البصل والليمون والكلام الجميل ده كله. زي ما انت شايفه ابتديت ان انا، خلي بالكم مش هاكل ده كله يعني انا هعمل كده كذا واحده، بس ان انا حبيت اوريكم بس عشان ايه، تبقي معايا وشايفاه وبتقشر ازاي وشكله، شوفي جميل محمر وحلو ازاي، زي الفل. طبعا انا هوريكي برضه اهوت. وطبعا ده انا هشيله في التلاجة برضه، هقفل عليه واشيله. شايفه انا ببتدي بقى احط جنبه البصل والليمون. عايزه بقى تعصري عليه ليمون، عايزه كمان ترشي عليه رشه زيت، بيبقى حلو قوي جميل جدا. بس الليمون هتنط يلا معلش، اصل انا كانت ايديا مزحلقه شويه. ابتديت ان انا احطه كده بالظبط زي ما انت شايفه، حلو قوي حبايبي. يا رب يعجبكم يا رب وتجربوه، ويا رب كده يعني تجربوا وصفاتي، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا بقى بالشكل الجميل ده. حلو قوي، جربيه ومش هتندمي خالص ان انت هتجربيه بطريقتي. شايفه حلو قوي جميل طري جميل وريحته جميله وضمناه. وبألف هنا عليكم يا رب، وبسلام. اسيبكم بقى، باي باي.